أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام الله وبركاته. لازلنا مع كتاب السلم المنورق للإمام الأخضري بشرح الشيخ حسن القويسني رحمه الله، ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: إن القياس من قضايا صور مستلزما بالذات قولا آخر. بعدما أنهينا مبادئ التصورات ومقاصدها ومبادئ التصديقات، بدأ الشيخ في مقاصد التصديقات، وهو القياس بأنواعه، وهو أسنى وأرفع المباحث. القياس بأنواعه هو أسنى وأرفع المباحث في هذا الفن. فن المنطق القياس بأنواعه هو أسنى وأرفع المطالب هنا، لأنه هو يعني الأساس. نقرأ الأبيات ثم نأخذ الجديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مقدرتها مكتشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، بخير ما قد أرسل وخير من حاز المقام في العلا، محمد مختفى العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحشا يأخذ زجاجا، وآله وصحبه ذوي الهدى من جنبهم بأنجم بالاهتداء. وبعد جنان نسبته كالنحو للسان، عن ضي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، فهك من أصوله قواعد تجمع نونه فوائدا. سميته بسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق، والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمهتدي به إلى المطولات يهتدي، والحكم في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. فابن الصلاح والنووي حرما، وقال قوم ينبغي
لما والقولة المشهورة الصحيحة جوزه لكامل القريحة السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب إدراك مفرد تصورا عليم نسبة بتصديق وسيم مقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وصيل يدعى بقول شارح فلتبتهل تصديق به توصلا بحجة يعرف عند العقلاء دلالة اللفظ على ما وفقا مطابقة وجزئه تضمنا وملازم فهو التزام إن بعقل التزم مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على مفرد كلي له جزئي حيث وجد فمفهم اشتراكنا الكلي كأسد وعكسه الجزئي وأولا للذات إن فيها اندرج فانصبه عارض إذا خرج الكليات خمسة دون انتقاش جنس وخاص وعرض نوع وخاص وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان تواطؤ تشكك تخالف والاشتراك وعكسه ترادف واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر مع سلا وعكسه دعاء وبالتساوي فالتماس وقع الكل حكم على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم فالحد بالجنس وخاص وقع والرسم بالجنس وخاصة مع وناقص الحد بفاص أو مع جنس بعيد قريب وقع وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط وما بلفظ لديهم شهر تبديل لفظ بريف أشهر والشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحمول ولا مشترك من القرينة خلا وعندهم من جملة المردود أن تدخل ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز برسم فادر ما رووا جرى بينهم قضية وخبرا ثم القضايا عندهم قسمان شرطية كلية شخصية والأول إما مصور وإما ممل الصور كليا وجزئيا يرى وأربع إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا وكلها موجبة وسالبة فهي إذن إلى الثمان أيبا والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة جزءهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال ما أوجب الجزئين وذات الانفصال دون مين ما أوجبت تنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فتعلم منع جامع أو خلو أو هما وهو الحقيقي لا خاص فاعلما
خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي، فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدل، وإن تكن مصورة بصور فخذ بضد صورها المذكور، فإن تكن موجبة كلية نقضها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقضها موجبة جزئية. العكس قال بجزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب فعوضوها الموجب الجزئية، والعكس فلزم لغير ما وجد به اجتماع خصتين فاقتصد، ومثلها المهملة سلبية لأنها في قوة جزئية، والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. إن القياس من قضايا صورا مستلزما بذات قولا آخر، ثم القياس عندهم قسمان فمنهما يدعى بالاقتران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. يكفي، أنتم مرتبكين في القراءة، واحد يقرأ واحد ساكت واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا العكس المستوي، موافق وعكس نقيض مخالف، واضح هكذا. فقلنا العكس المستوي ما هو؟ العكس المستوي ما هو؟ هو قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيف والكم. هذا هو العكس المستوي، قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكم والكيف. إذا قلت كل إنسان حيوان، هذا عكسه المستوي ما هو؟ إلا الموجب الكلية فعوضوها الموجب الجزئية. هنا مع عكسها بعض الحيوان. إنسان. وتكلمنا لماذا قلنا لماذا لا تنعكس كمثلها؟ قلنا لأنه قلنا لأن ثبوت الأعم، ثبوت المحمول الأعم يثبت لجميع أفراد الأخص، يثبت لجميع أفراد الموضوع الأخص. يعني الحيوانية ثابتة لجميع أفراد الإنسان، صحيح هذا ولا لا؟ الحيوانية ثابتة لجميع أفراد الإنسان. فهنا المحمول الأعم يثبت لجميع أفراد الموضوع الأخص، لكن الموضوع الأخص هل يثبت لجميع أفراد المحمول الأعم؟ لا، قلنا لا. قلنا أما الموضوع الأخص يثبت لبعض أفراد المحمول الأعم. يعني الإنسانية تثبت لبعض أفراد الحيوان، لبعضها فقط. هل تثبت لجميعها؟ لا، لبعضها. لذلك هي الموجبة تنعكس ماذا؟ جزئية موجبة. لماذا؟ لأن كما قلنا لأن المحمول الأعم اللي هو الحيوانية يثبت لجميع أفراد الموضوع الأخص. الحيوانية تثبت لجميع أفراد الإنسان. لكن لو عكست
هل الموضوع الأخص اللي هو الإنسانية يثبت لجميع أفراد المحمول الأعم اللي هو الحيوان؟ لا، يثبت لبعض الأفراد فقط. فالإنسانية تثبت لبعض أفراد الحيوان، لذلك انعكست جزئية. هذا هو التعليل، هذا هو التعليل. كذلك لو قلنا هكذا: كلما كان هذا إنسانا كان حيوان. هذه في الشرطية متصلة، هذا في الشرطية المتصلة. هنا كذلك قلنا لزوم المحمول الأعم، لزوم المحمول الأعم لأفراد الموضوع الأخص. يلزم كل إنسان يلزم يكون حيوان، كل إنسان يلزم أن يكون حيوان. فهنا ماذا؟ لزوم الأعم، لزوم المحمول الأعم لماذا؟ لأفراد الموضوع الأخص. واضح؟ ماذا تنعكس؟ ما عكس هذه؟ كلما كان هذا إنسان كان حيوان. قد يكون تنعكس جزئية، قد يكون إن كان هذا حيوان كان إنسانا. قد يكون هذا إذا كان حيوانا كان إنسانا. أيوة. لماذا انعكست الجزئية؟ لأن لزوم الموضوع الأخص ليس لازم لجميع أفراد المحمول الأعم، لا، إنما لازم للبعض فقط، لبعض الأفراد، لازم لبعض الأفراد. واضح يا جماعة؟ لازم لبعض الأفراد كما قلنا أهو، كما قال الشيخ هنا. المقدم الأخص المقدم الأخص كما قلنا يستلزم التالي الأعم. المقدم الأخص يستلزم التالي الأعم. إذا كان هذا إنسان يلزم أن يكون حيوان. هذا هم يا جماعة، هذا معنى المقدم يستلزم التالي الأعم، يستلزم التالي الأعم كليا. واضح؟ أيوة. لكن الأعم لا يستلزم الأخص إلا جزئيا كما قلنا، لا يستلزم الأخص إلا جزئيا. والمقدم الأخص هنا يستلزم المقدم الأخص اللي هو الإنسان، المقدم الأخص اللي هو الإنسان يستلزم التالي الأعم كليا. كل إنسان حيوان، صحيح؟ هذا. لكن الأعم لا يستلزم الأخص إلا جزئيا، لكن الأعم لا يستلزم الأخص إلا جزئيا. لذلك هنا عكسها، قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا. فالأعم هذا يستلزم الأخص جزئيا، بعض الأفراد فقط ليس كلها. فمن هذا الكلام هذا هو العكس المستوي. وتكلمنا لماذا انعكست هنا جزئية في الحملية، ولماذا انعكست جزئية في القضية المتصلة. فهمنا يا جماعة؟ ثم أتينا إلى نقيض العكس. ماذا؟
موافق. نعم. عكس نقيض موافق. عكس نقيض موافق. قلنا ما هو عكس نقيض موافق؟ تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر. تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر مع بقاء الكم والكيف. مع بقاء الكم والكيف. صحيح؟ هذه كل إنسان حيوان. عكس نقيضها الموافق ما هو؟ ها؟ عكس نقيضها الموافق تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر. تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر. فالآن هذا الإنسان نبدله بنقيض حيوان، والحيوان نبدله بنقيض إنسان. هذا هو عكس نقيض موافق. فيصبح ماذا؟ كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. هاو الآن بدلنا إنسان، بدلناه بنقيض الحيوان ليس حيوان، وبدلنا الحيوان بنقيض الإنسان ليس إنسان، فقلنا ليس إنسان. صحيح؟ هنا بدلنا كل من الطرفين بنقيض الآخر. صحيح؟ مع بقاء الكم. الكم بقي ولا لم يبقى؟ هو بقي كما هو الكم. والكيف بقي ولا لم يبقى؟ بقي الكيف كذلك. بقي الكيف موجب. بقي الكيف موجب، لأن لو قلت كل إنسان حيوان، لو قلت كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، نفس الكلام. نفس الكلام. كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. ما معنى هذا؟ كل حيوان إنسان. واضح؟ كل حيوان، كل إنسان حيوان، لأن قال كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. فماذا نفهم منه؟ كل إنسان حيوان. بقي الكيف كما هو. وهذه إن شاء الله في الكتب القادمة هذه تسمى معدولة، قضية معدولة، لأن القضية إذا صدرت بأداة سلب كلاهما، هذه بسلب وهذه بسلب، تسمى معدولة، أو إحداهما تسمى معدولة، قضية معدولة. هذه معدولة الطرفين، اسمها قضية معدولة الطرفين، ستأتي إن شاء الله. واضح يا جماعة؟ فالآن هنا بقي الكم وبقي الكيف، لأن نفي النفي ما هو؟ نفي النفي إثبات. نفي النفي إثبات. قلت كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، كأن نفي النفي إثبات، لأنك قلت كل إنسان حيوان. فهنا عكس نقيض موافق ماذا؟ بقي فيه الكم وبقي فيه الكيف. بقي لفظ كل الكم، وبقي فيه الكيف اللي هو الصدق، اللي هو الإيجاب، اللي هو الإيجاب. صحيح؟ واضح يا جماعة؟ لماذا سمي موافق؟ لموافقة العكس للأصل في ماذا؟ في الكيف. لذلك سمي موافق، لموافقة العكس للأصل في الكيف، لأنها موافقة في الكيف ولا لا؟ موافقة في الإيجاب الكيف، موافق له في الكيف، سمي عكس نقيض موافق. عكس نقيض موافق لموافقة العكس للأصل في الكيف، فسمي عكس نقيض موافق. فهمنا يا جماعة؟ أيوة. ثم بعد ذلك أخذنا عكس نقيض مخالف. عكس نقيض مخالف. ما هو عكس نقيض المخالف؟ تبديل الأول بنقيض الثاني، وتبديل الثاني بنفس الأول. هذا تبديل الأول بنقيض الثاني، والتبديل الثاني بنفس الأول. أو تبديل الأول بنقيض الثاني، أو كل ما ليس بحيوان. صحيح؟ هذا بدلنا الأول، بدلناه بنقيض الثاني. صحيح؟ قلنا كل ما ليس بحيوان. واضح؟
كل ما ليس بحيوان، ونبدل الثاني بنفس الأول، نقول كل ما ليس بحيوان إنسان. بدلنا الثاني بنفس الأول، بدلنا الثاني اللي هو الحيوان بنفس الأول، فقلنا كل ما ليس بحيوان إنسان. صحيح؟ هذا واضح شو معنى؟ كيف؟ نعم، لا شيء مما ليس بحيوان إنسان. نعم، لأنه نقيض. لا شيء، لا شيء مما ليس بحيوان إنسان. مفهوم؟ لا شيء مما ليس بحيوان إنسان. هذا نقيس، عكس نقيض مخالف، عكس نقيض مخالف، وهو إبدال الأول بنقيض الثاني، وإبدال الثاني بنفس الأول، وإبدال الثاني بنفس الأول. واضح يا جماعة؟ هذا هو، مع الاختلاف في الكيف. هنا اختلف الكيف ولا ليس؟ اختلف الكيف، اختلف ولا لا؟ اختلف الكيف، هنا موجب وهنا سالب. الكيف اختلف الكيف، هنا موجب وهنا سالب، لذلك سمي عكس نقيض ماذا؟ مخالف، لمخالفة العكس للأصل في الكيف. فمن يا جماعة الخير، لمخالفة العكس للأصل في الكيف، لذلك سمي عكس نقيض مخالف. فمن يا جماعة الخير، هذا هو. تكلمنا على العكس المستوي، وتكلمنا على العكس نقيض موافق، وعكس نقيض مخالف. في حد لم يفهم هذا؟ هذا. فالآن العكس المستوي هو تبديل إحدى الطرفين بالآخر مع بقاء الصدق والكيف والكم. واضح؟ هو قلب القضيتين، قلب يعني تبديل جزئي القضية مع بقاء الصدق والكم والكيف. واضح؟ أما عكس نقيض موافق فهو تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر مع بقاء الكيف والكم. مفهوم؟ أما عكس نقيض مخالف وهو تبديل الطرف الأول بنقيض الثاني، والطرف الثاني بنفس الأول مع الاختلاف في الكيف، ذاك سمي مخالف، مخالفة العكس للأصل في الكيف فسمي مخالف. فمن يا جماعة خير، هذا هو. زيد نأخذ الجديد. أيوة. فصل في القياس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا وإياه بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل في القياس. نعم. وهو لغة تقدير شيء على مثال آخر. على مثال آخر. على مثال آخر، ليس على مثال آخر، لا، على مثال آخر. نعم. تقدير المزروع على آلة الزرع. على آلة الزرع. الآن قال رحمه الله: فصل في القياس. الفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين، وفي الاصطلاح الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، هذا هو الفصل في اللغة أو في الاصطلاح. نعم. اصطلاحا. أما القياس قال: واضح؟ قال: وهو لغة تقدير شيء
على مثال آخر كتقدير المذروع على آلة الذرع. هذا هو القياس. إذا قال لك واحد قس لي متر من القماش، أعطيني متر من القماش، ماذا تعمل؟ تأخذ القماش وتقيسه على آلة الذرع، تقيسه على مقياس اللي هو متر ثم تقطع. فالآن أنت قست القماش على مثال آخر، قست القماش على آلة الذرع، صحيح؟ قال لك واحد أعطيني متر قماش، فأنت أخذت القماش وجعلته على مثال آخر، على مثال هذا العدد اللي هو المتر، ثم قطعت، صحيح؟ هذا هو تقدير شيء على مثال آخر، كتقدير المذروع. واضح؟ ما هو المذروع؟ شيء المقيس، اللي هو كالقماش مثلا، كالقماش على آلة الذرع. آلة الذرع اللي هي الآلة اللي فيها متر ذراع، فأنت تقيس القماش على مثال آخر ثم تقطع. يقول لك أعطيني متر قماش، فأنت تأخذ قماش تقيسه على المتر ثم تقطع. هذا هو تقدير شيء على مثال آخر كتقدير المذروع. المذروع اللي هو الشيء المقيس، المذروع تقيسه بماذا؟ على آلة الذرع، يعني بالذراع، فهمنا يا جماعة؟ لأن الزمان لم يكن عندهم قياس، كانوا يقيسون بالذراع، يقول أعطيني 4 ذراع، فيأخذ القماش ذراع 2 3 4 ثم يقطع. زمان كانوا يقيسوا بالذراع، لم يكن عندهم مقياس متر و2 متر، لا، بالذراع يقيس، يحسب كم فيه طول بالذراع. يقول فيه 4، قال الإنسان فيه 4 أذرع وعرضه ذراع ونص مثلا، كانوا يقيسون بالذراع. فهنا الآن القياس هو تقدير الشيء المقيس، تقدره مثلا بالذراع، أو تقدر قماش تقدره بالمقياس الموجود الآن اللي هو المتر ثم تقطع. مفهوم؟ هذا هو القياس لغة، تقدير شيء على مثال آخر كتقدير المذروع، يعني الشيء المقيس على آلة الذرع اللي هو الذراع، آلة الذرع اللي هو الذراع أو هو المتر الموجود الآن. مفهوم؟ نعم. اصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله إن القياس قول من قضايا صغيرة، أي رتب ترتيبا خاصا حالة كونه مستلزما للذات أي بذاته قولا آخر. هذا هو اصطلاحا القياس. اصطلاحا القياس قول، واضح؟ قياس قول، قالك ملفوظ أو معقول، سواء كان هذا القياس، سواء كان هذا القول إما ملفوظ تلفظت به أو معقول تعقلته. واضح الكلام؟ هذا القياس إما تتلفظ به وإما يعني تتعقله في عقلك من غير ما تتلفظ به. إما تتلفظ تقول مثلا الإنسان حيوان وكل حيوان ناطق مثلا، هذا تلفظت به، لكن يوجد قياس معقول تقوم به في عقلك فقط. فالقياس قول يصدق على الملفوظ، يصدق على المعقول. مفهوم؟ هذا إن القياس قول. قال تحت قول أي ملفوظ أو معقول، فهو من استعمال المشترك في معنييه جميعا. فنحن استعملنا القول في معنييه، استعملنا في الملفوظ وفي المعقول، هذا من استعمال المشترك في معنييه جميعا. مفهوم؟ يجوز هذا.
قال من قضايا سواء 2 فأكثر. واضح؟ القضايا قياس يتركب من قضيتين فأكثر، من قضيتين فأكثر. واضح يا جماعة؟ هذا إن كان من قضيتين فهو بسيط، أما إن تركب من أكثر من 2 فهو مركب كما سيأتي. هذا هو. قال تحت من قضايا أي 2 فأكثر على ما يأتي، فالجمع ليس باقيا على حقيقته. الجمع ليس باقي على حقيقته، لأن القضايا قضيتين فأكثر. واضح؟ نعم. صور، ما معنى صور؟ ركب تركيبا خاصا. هذا القياس عبارة عن قول مركب من قضايا مصورة. ما معنى مصورة؟ مركبة تركيب خاص كما سيأتي. كما سيأتي. لازم يكون هذا القياس مشتمل على جميع ما يعتبر في الإنتاج. لازم الصغرى أولا، ثم الكبرى، ثم الحد الجامع، ثم يكون شكل من الأشكال التي سنتكلم عليها إلى آخره. تركيب خاص، ليس أي تركيب. مفهوم؟ قال صور أي ركب تركيبا خاصا. قال تحت تركيبا خاصا بأن يكون مشتملا على جميع ما يعتبر في الإنتاج. نعم، على جميع ما سنتكلم عليه في الإنتاج. واضح؟ لازم يكون ماذا؟ شكل من الأشكال 4، يكون فيه جميع الشروط متوفرة إلى غير ذلك مما سنذكره في القياس. ليس أي تركيب، تركيب خاص. نعم. حالة كونه مستلزما بالذات أي بذاته قولا آخر. واضح؟ هذا حالة كون هذا القياس التي ركبناه يكون مستلزم قول آخر. القول الآخر هو النتيجة. القول الآخر هو النتيجة، يعني يلزم منه النتيجة. إذا كان القياس مسلم وكان بشروطها التي سنذكرها يلزم منه قضية، يستلزم قول آخر. يستلزم، مفهوم؟ يلزم منه قول آخر. إذا قلت العالم متغير وكل متغير حادث يلزم منه قول آخر وهو النتيجة، وهي العالم حادث. العالم حادث. مفهوم يا جماعة؟ هذا معنى قولا آخر. قال تحت قولا آخر أي مقولا، لأن القياس لا يستلزم القول الملفوظ قطعا، وسبق أن بعضهم يطلق النتيجة على القول الملفوظ باعتبار دلالته على المعقول، والمراد به النتيجة لأنها قول آخر مغاير لقضيتي القياس. هذا مراد بالقول هذا نتيجة، لأن النتيجة مغايرة للقضيتين، لابد تكون مغايرة للقضيتين. مفهوم؟ نعم. فقولنا قول جنس يخرج به المفرد فإنه لا يسمى قولا. نعم. لأن القول عند المناطق خاصة بالمركب. نعم. واضح؟ لما قال الشيخ إن القياس، لما قال قول يخرج به المفرد، لماذا؟ لأن القول عند المناطق ما كان مركبا فقط فيخرج المفرد، فيخرج المفرد. نعم. وقولنا صور من قضايا. قال تحت المفرد قال المراد به ما ليس بقضية فيشمل المركبات الناقصة. نعم. واضح؟ يشمل المركبات الناقصة. فالآن قولنا قول جنس يخرج به المفرد والمركبات الناقصة. إن قام زيد مثلا، هذا مركب ناقص صحيح، هذا كذلك يخرج. لازم القياس لازم يكون قول، يعني يكون قول مركب، يكون قول مركب. واضح؟ أيوة. قال المفرد المراد به ما ليس بقضية فيشمل المركبات الناقصة، كذلك المركبات الناقصة ليست بقضايا. إن قلت إن قام زيد مثلا،
ولا لو قام زيد مثلا، هذا مركب ناقص، كذلك لا يدخل في القول. نعم، وإنما يدخل في المفرد. نعم، لأن القول عند المناطقة خاص بالمركب. مفهوم؟ نعم. وقولنا صور من قضايا يخرج القضية الواحدة، لأن القياس لازم يكون متركب من قضايا 2 فأكثر. فقول الشيخ صور من قضايا يخرج القضية الواحدة. القضية الواحدة لا تسمى قياس، لا تسمى قياس. نعم. والمراد بالقضايا قضيتان أو أكثر. واضح؟ قال تحت قضية أو أكثر، قال هذا بناء على أن القياس يتركب من أكثر من قضيتين، وسيأتي أن الراجح خلافه. نعم، القياس لا يتركب من أكثر من قضيتين. القياس لا يتركب من قضيتين. القياس هذا هو الراجح. راجع أن القياس يتركب من قضيتين. فهم؟ هذا هو. وسيأتي أن الراجح خلافه، وأنه لا يتركب إلا من قضيتين. مفهوم؟ هذا هو. وأن ما تركب في الصورة من أكثر يرجع في الحقيقة إلى أقيسة متعددة حذف بعض مقدماتها. نعم، سنتكلم على هذا في القياس المركب. القياس المركب لو حققت النظر فيه ستجده قياس بسيط، لكن حذف منه بعض المقدمات فقط. إذا قلت هكذا النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، فالنباش سارق. هذا لو ترى في الظاهر مركب، لكن لو تحقق النظر فيه، لو تحقق فيه النظر ليس مركب، لأن أصل الكلام في حذف. أصل الكلام النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق. واضح؟ انظر يا جماعة، لو قلت هكذا أهو، انظر، لو قلت هكذا النباش آخذ للمال خفية، صحيح؟ وكل آخذ للمال خفية سارق. ثم قلت ماذا؟ فالنباش، لا لم تقل هكذا، فالنباش تقطع يده. ها؟ صح، هذا قياس مركب، قياس يظهر لك أنه مركب من 3 قضايا، لكن هو لا. لو أمعنت النظر ستجده مركب من قضيتين فقط. أصله النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، فهنا في حذف فيه، فالنباش سارق. ثم هذه المحذوفة هذه تجعلها صغرى، وهذه تجعلها كبرى. النباش سارق، وكل سارق تقطع يده، فينتج النباش تقطع، وهكذا إلى آخر. فالقياس المركب لو حققت النظر فيه ستجده ماذا؟ ستجده بسيط، مركب من قضيتين، إلا أن فيه حذف. مفهوم؟ هذا سيأتي هذا الكلام في القياس المركب. نعم. لذلك الشيخ قال هنا قضيتان أو أكثر، قال هذا بناء على أن القياس يتركب من أكثر من قضيتين. رأيت؟ قالك وسيأتي أن الراجح خلافه، وأنه لا يتركب إلا من قضيتين، وأن ما تركب في الصورة من أكثر يرجع في الحقيقة إلى أقيسة متعددة حذف بعض مقدماتها. كما هنا بعدما تحقق النظر ستجد أن القياس لا يتركب من أكثر من قضيتين، يتركب من قضيتين فقط، إلا أن الذي يظهر لك في الظاهر أنه مركب من 3 قضايا أو 4، هذا ليس مركب
لو تمعن فيه النظر ستجد مركب من قضيتين فقط. واضح؟ مثل هنا يظهر أنه مركب من 3 قضايا، لكن لا، لو تمعن النظر فيه حذف، هنا فيه حذف للنتيجة، ثم النتيجة تجعلها مع الكبرى وهكذا إلى آخره. نعم. زيد. والمراد بالقضايا قضيتان أو أكثر. نعم. يشمل القياس البسيط. ليشمل القياس البسيط. قياس بسيط ما تركب من قضيتين، والقياس المركب ما تركب من أكثر من قضيتين. نعم. وهو المركب من مقدمتين كقولنا، أو قال الشيخ تحت من مقدمتين، قال في التلويح أن المقدمة والقضية متحدان بالذات. المقدمة والقضية ذاتهما واحدة لكن مختلفان بالاعتبار، لكن بالاعتبار يختلفان. فتعبير الشيخ تارة بمقدمة وتارة بقضية للتفنن، الشيخ يتفنن فقط، يتفنن في الكلام، لأن المقدمة والقضية ذاتهما واحدة، مفهوم؟ لكن يختلفان بالاعتبارات، لو اعتبرت كذا أو كذا يختلفان. نعم. كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. هذا هو، هذا قياس بسيط مركب من قضيتين. واضح؟ أيوة. فهذا القياس البسيط يلزم منه قول آخر اللي هو النتيجة، يلزم منه العالم حادث. واضح كلام؟ هذا هو. زيد. والقياس المركب من أكثر من قضيتين كقولنا، هو الشيخ سيأتي بهذا المثال. كقولنا النباش. من هو النباش؟ هو الذي ينبش القبور ليسرق الكفن، لأن زمان الناس كانت محتاجة، زمان ليس مثل اليوم. في الزمان الماضي الناس كانت محتاجة جدا، كانت فقيرة ومحتاجة، فكان السارق يذهب ينبش القبور ويأخذ الكفن لكي يبيعه أو يستتر به أو نعم، ليس مثل اليوم. نعم. الآن لا، اليوم السارق يريد أن يسرق الذهب والفضة ويسرق الملايير والمجوهرات. لا، الكفن لا يعمل له شيء. لكن زمان كانوا محتاجين جدا، الذي يسرق كفن كأنه يعني سرق سيارة أو عمارة. زيد. كقولنا النباش آخذ للمال خفية. نعم، النباش يأخذ للمال خفية، لأنه يترك الناس عندما يظلم الظلام ويذهب الناس، يأتي هو وينبش القبر الذي دفن صاحبه جديد. نعم. فالنباش آخذ للمال خفية. نعم. النباش آخذ للمال خفية. نعم. وكل آخذ للمال خفية سارق. وكل آخذ للمال خفية سارق ولا لا؟ سارق، لأنه لماذا ترك الناس حتى أظلم الظلام وذهب الناس؟ معناه سارق. وكل سارق تقطع يده. الظاهر يا جماعة، هنا الظاهر مركب ولا بسيط القياس؟ مركب من 3 قضايا، لكن تعال نحقق الكلام فيه. لو حققت الكلام ستجد القياس هذا مركب من قضيتين فقط، لكن فيه حذف. أصل الكلام هكذا: النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، ينتج النباش سارق. هذا هو، هذه هي القضية المحذوفة. فالآن النتيجة محذوفة، ثم هذا النتيجة تركبها مع قضية أخرى تقول النباش سارق وكل سارق تقطع يده، فينتج النباش تقطع يده، فتأخذها وتركبها وهكذا. الآن لو تحقق الكلام فهذا ليس مركب، وإنما قياس بسيط
حذفت مقدمته الأولى اللي هي النتيجة. هذا هو. نعم. فيصبح عندنا كم؟ يصبح عندنا قضيتين هنا بسيطتين. يصبح النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، ينتج باش سارق. ثم بعد ذلك تأخذ قضية أخرى، النباش سارق وكل سارق تقطع يده، يلزم عنها النباش تقطع يده. فهذا في الحقيقة ليس مركب، وإنما ماذا؟ بسيط. أيوة هذا. نعم. قال الشيخ وكل سارق تقطع يده تحت على الراجح تجعل هذه كبرى، هو قياسا ثان حذفت صغراه لفهمها من القياس الأول تقديرها النباش سارق كما قلنا. هذه كل سارق تقطع يده، هذه في الحقيقة كبرى لصغرى محذوفة. كل سارق تقطع يده هذه كبرى لصغرى محذوفة، وهي النباش سارق. هذه الصغرى المحذوفة، النباش سارق. فهمنا؟ وهي النتيجة. نعم. قولنا مستلزما خرج به ما صور من قضيتين ولم يستلزم قولا آخر. نعم، ولم يستلزم قولا، ولم يلزم منه نتيجة. واضح؟ أيوة. مستلزم يعني الذي يلزم منه نتيجة، يخرج ما صور من قضيتين لكن لم تستلزم قول آخر، لم تنتج. مثل الأشكال التي سنتكلم عليها لا تنتج، 16 شكل أو مش عارف كم التي لا تنتج. هذه الأشكال 16 لا تستلزم قول آخر، كما سيأتي إن شاء الله. الأضرب العميقة العقيمة ستأتي. نعم. كالقضيتين المركبتين على وجه لا ينتج. كالقضيتين المركبتين على وجه لا ينتج. نعم. لعدم تكرر الحد الوسطي. نعم، لعدم تكرر الحد الوسط. الحد الوسط ما هو؟ هو الذي يحذف عند ذكر النتيجة، هذا يسمى الحد الوسط. هو الذي يحذف عند ذكر النتيجة يسمى حد وسط. مفهوم يا جماعة؟ وهو الرابط. هو الذي يربط الصغرى بالكبرى، هو الذي يربط بينهما. فإذا لم يوجد الحد الوسط لا يوجد نتيجة، إن الرابط غير موجود. نعم. فقولنا كل إنسان حيوان وكل فرس صهان. هذه قضيتين ولا لا؟ قضيتين، لكن هل تنتجان؟ لا تنتج. لماذا لا تنتجان؟ لعدم وجود الحد الوسط، لا يوجد رابطة بينهما، لا يوجد رابطة، لا يوجد ربط. فالآن كل إنسان حيوان وكل فرس صهال، القضيتين صحيحتين، صحيح، لكن أين الحد الوسط الذي يربط بين القضيتين؟ لا يوجد، فلن تنتج. واضح؟ هذه تخرج، هذه كذلك، هذه لا تستلزم نتيجة. نعم، بغياب الحد الوسط. نعم زيد. وكالقضيتين المركبتين. واضح يا جماعة؟ أيوة. قال ولم يستلزم إلى آخره لفساد صورته كما في المثالين اللذين ذكرهما، لأن هنا صورته فاسدة لعدم وجود الحد الوسط، فصورته فاسدة هذا القياس، لذلك لا ينتج. أيوة. نعم. وكالقضيتين المركبتين من ضرب عقيم. نعم، ضرب عقيم يعني ضرب عقيم معناه فاسد، لا ينتج. عقيم أيوة. سمي عقيما لعدم انتاج، مثل المرأة العقيم التي لا تلد لا تنجب، كذلك القضية الضرب العقيم هو الذي لا ينتج. نعم.
واضح يا جماعة؟ قال تحت: الحد الوسط هو المحمول في الصغرى، هو المحمول في الصغرى. واضح؟ الحد الوسط يا جماعة هو الذي يكون محمولا في الصغرى ويكون موضوعا في الكبرى، وهو الذي يحذف عند ذكر النتيجة. هذا اسمه الحد الوسط، يكون محمولا في الصغرى ويكون موضوعا في الكبرى ويحذف عند ذكر النتيجة، كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. أين الحد الوسط؟ هو المحمول في الصغرى متغير، وهو الموضوع في الكبرى متغير، وعند ذكر النتيجة نحذفه. مفهوم؟ هذا هو الحد الوسط. نعم. قال: الحد الوسط هو المحمول في الصغرى، وهو حيوان في قولك كل إنسان حيوان، وهو غير مكرر في قول الشارح كل فرس صهال، غير مكرر. وعلى هذا الوجه لا يكون مستلزما قولا آخر وهو الإنتاج. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. هذا قوله من ضرب عقيم، أي فاسد من جهة الصورة، لا شيء من الإنسان بحجر إلى آخره، وكل حجر جسم. وسمي عقيما لعدم إنتاجه تشبيها له بالمرأة التي لا تلد، كما قلنا. تشبيها له بالمرأة التي لا تلد، كذلك النتيجة الذي لا تنتج عقيم، القياس الذي لا ينتج قياس عقيم. مفهوم؟ كالمرأة التي لا تلد. يا جماعة خير. أيوة. وكالقضيتين المركبتين من ضرب عقيم. نعم. زيد. لا ينتج. نعم. كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر. نعم. وكل حجر جسم، وكل حجر جسم. لا يستلزم شيئا، لا يستلزم شيئا، لا ينتج شيئا لعدم إيجاب الصغرى. هذا من أي شكل يا جماعة؟ أي شكل هذا؟ لا شيء من الإنسان بحجر. الشكل الأول. الشكل الأول ما هي شروطه؟ الإيجاب في الصغرى. الإيجاب في الصغرى ماذا قال؟ ماذا قال في الشروط؟ ماذا قال؟ لا أنا أشوف ماذا قال صاحب السلم في المتن. نعم سيأتي إن شاء الله. المهم الشرط الأول، الشكل الأول شرطه أن الإيجاب في الصغرى والكلية في الكبرى. هذا كلية الكبرى، لازم الكبرى تكون كلية، أما الصغرى لازم تكون موجبة، لازم تكون موجبة الصغرى. فإذا لم تكن الصغرى موجبة لا ينتج، يكون عقيم. مثل هنا لا شيء من الإنسان بحجر، هنا الصغرى ليست موجبة ونحن اشترطنا الإيجاب في الصغرى. واضح الكلام؟ فهنا كانت سالبة، فعليه لا تنتج، لا تستلزم قول، لأن الشرط لا يوجد وهو إيجاب الصغرى. مفهوم؟ الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأصوار، إذ ذاك بالضرب له يشار. صحيح؟ إلى آخره. نعم. وقولنا بالذات خرج به ما استلزم لا لذاته كقياس المساواة. واضح يا جماعة الخير هنا؟ وكالقضيتين المركبتين من ضرب عقيم لا ينتج، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر جسم، لا يستلزم شيئا. لماذا؟ لعدم إيجاب الصغرى. لعدم إيجاب الصغرى. قال لعدم إيجاب الصغرى في الشكل الأول. قال في الشكل الأول وشرطه الإيجاب في صغراه، وأن ترى، وشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. هكذا قال.
فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. هذا سيقول هكذا في الشرط الأول. فإذا انتقض أي شرط، مثلا الكبرى لم تكن كلية لا ينتج، أو الصغرى لم تكن موجبة لا ينتج، وهكذا. لو قلت كذلك هكذا لا شيء من الإنسان بحاجة، لو قلت مثلا لو قلت لا شيء من الإنسان بحجر، وقلت وبعض الحجر جسم مثلا، كذلك لا تنتج، لأن الكبرى لازم تكون كلية، لازم تكون كلية. واضح يا جماعة الخير؟ هذا معنى لعدم إيجاب الصغرى. قال لعدم إيجاب الصغرى في الشكل الأولي وشرطه الإيجاب في صغراه. واضح يا جماعة الخير؟ وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.